صباح الخير يما، كيفك يما يا حنوني؟ كيف أبوي وإخوتي؟ اشتقت لكن يما، اشتقت للبيت والمخيم والأصحاب والقرايب. كيفك يما؟ صحيح انكو جوعانين؟ صحيح انه بمخيم اليرموك ما في طحين وخبز؟ صحيح انه بيسام بنت جارتنا فاطمة ماتت لانه ما لقولها حليب؟ صحيح انه براء ابن جارنا حسين مات لانه ما لقوله دواء؟ بيقولوا يما انه ابو العبد اللي دوخ الاسرائيلية بال48 لقوه ميت من البرد؟ صحيح انه ابو فؤاد اللي نزل على فلسطين 100 مرة بالليل وبالبرد وبالشتاء مات من الجوع؟ ما عم بصدق يما. غسان اللي كان يقود التظاهرات بالمخيم لدعم الانتفاضة والمقاومة ضايع بالشوارع؟ آخ يما آخ، والله ما عم بصدق. يعني انتو بمخيم اليرموك صرتوا زي تل الزعتر والرشيدية وصبرة وشتيلة. يعني انتو جوعانين زي اهلنا بغزة. آخ يما آخ، اشتقت لكن يما، اشتقت للدار والزيتونات، اشتقت للحمامات اللي على السطح، اشتقت للحارة والجامع. كيفو أبوي يما؟ طمنيني عنه، والله مش قادر أحكي معه. خايف شو بدي أقول له، خايف أسمع وجعه يما، خايف يقول لي إنه جوعان. أبوي أبو الفهد جوعان، اللي قاتل بحرب تشرين سنة 73 جوعان، عم بفتش ع خبزي. أبو الفهد اللي قاتل الإسرائيلية باجتياح لبنان سنة 82 جوعان. شي مثل الحلم يما. أبوي اللي كان يحلم بحيفا ويافا ويحكي طول النهار عن الأمة العربية. أبوي اللي وقت ما اندلعت الانتفاضة صار يوزع ملبس كأنه ابنه البكر خلف صبي. أبوي اللي كان حالف يصلي بالقدس والأقصى محاصر مريض ممنوع ياخد حبة دواء ولا حتى سيجارة. بسيطة يما، بسيطة. طول عمرنا هيك يما، بيقتلونا باسم فلسطين وباسم العروبة والوطنية. ما راح اقول لك اشي يما، بقول لك الله يحميكو يما. بدعي لكو يما بصلاتي كل يوم. سلميلي يما ع اخوتي وع ابوي. ابوي يما اللي ما ركع لحدا زي شعبنا اللي ما ركع غير لله. المهم كرامتنا. الله معك يما، الله معك يما.